طبعا حبايبنا الطيبين، تحياتي لكم. طبعا جمال أربيل ما تنوصف. شوفوا هاي حدايق وناس تتمرن، يعني ما شاء الله، يعني حدايق، يعني راحة نفسية أبد ما تنوصف. هاي طبعا هاي الحديقة تصير على طريق موصل، وبأربيل داخل أربيل يسمونها سيودو، على شارع سيودو، أو واسم الحديقة بارك حديقة سامي عبد الرحمن. يعني أكبر حديقة على مستوى أربيل. يعني ما شاء الله راحة نفسية. وتابعونا راح تشوفون شغلات أحلى بيها شو اسمه مزرعة خيول للتمرين، وتركب يعني تتونس تستمتع فيها. مي، سفينة. طبعا مثل ما قلت لكم على شارع سيودو. وهسه وصلنا للسفينة. هاي السفن على شكل بطة تونس بيها، تطلع العوائل. ما راح اصوركم عوائل، بس راح اصوركم المكان. هاي على سيودو جاي يغسل. ما شاء الله يعني هنا كلش ملتزمين بالنظافة وبالترتيب. شوفوا هنا هاي كافيه، ومشغلين يا راحة النفسية، يعني من صدق راحة النفسية. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا زورق، هذا سريع جدا. هاي شوف هسه شوف لكم، شوفوا شلون راح يطلع. طبعا بيها عائلة، خليه يسرع وراح اشوفكم اياها. خليه يسرع، ما ادري العائلة تبين. تعرفون انتم هنا النظام قانون شلون. شوفوا ما شاء الله، يعني شيء جدا حلو. طبعا راح تسألوني، يعني أنا جيت من وقت كلش يعني حارة، فأنتوا تعرفون تصوير بالليل ما تطلع واضحة وما تطلع حلوة، فبالنهار تبين المنظر أحلى وأروع. طبعا الشمس جاي يضرب عيني ووسع. كونوا ويانا راح تشوفون شغلات أحلى. وهسه حاليا نتوجه للخيول. طبعا ما شاء الله، يعني خيول بها أصيلة وبها خيول عادية. يعني طبعا ما راح يسوونها كلها أصيلة، لأن اكو ناس تصعد على الخيل وما تعرف. والخيل إذا يصعد عليها واحد مو خيال يخرب الخيل. يعني شلون أقول لكم، أنا هوايتي الخيل. أنا يعني شلون أقول لكم، أتمنى يكون عندي خيل أو خيلين أو ثلاثة. يعني أحب الخيول، أعشق الخيول. ف مارست شو اسمه ركوب الخيل لمدة تقريبا 2 سنين على مدى استمرار. تعلمت. فما يقول لك الاستمرار يجيب نتيجة. هسه متوجهين للخيول. آسف صارت عندي حساسية هنا. هسه متوجهين للخيول وراح أشوفكم الخيول وقوية. وصلنا للمزرعة. شوفوا ما شاء الله، هذا خيل حلو مرتب، بس هذا ما يطلعونه يمكن مزينة. وهذا أصيل، هذا العربي.
هذا ما اعرف شنو نوع، شنو نوعه، بس هذا اصيل، الاصيل مبين. شوفوا هذا ما شاء الله، اعتقد هذا فرنسي. وهذا مونكي، تعال تعال. الله ايش قد حلو. جاي يدخن سجاير، جاي يدخن سجاير طبعا. شوف قوات. هنا يحضرون الخيول.